ميلاد سعيد ادم مسينا صراحه. واحد اللفته اللي كانت واحسن حاجه اللي شفنا في هذا التجمع ديال المنتخب الوطني المغربي هو هذا العيد ميلاد الرائع ديال ادم مسينا، وهذا الالتحام بين اللاعبين اللي صراحه والله العظيم هذا الشيء كيفرحنا وكيعجبنا بهذا التضامن اللي كنشوفوه في الروح ديال المجموعه بين اللاعبين ديال المنتخب الوطني. اذا لا خوف على المنتخب الوطني، ان شاء الله كنتمناو فوز ديال المنتخب الوطني المغربي بالكاس الامم الافريقيه. هذه اللحمه اللي كنشاهدوها عيد ميلاد رائع ديال ادم مسينا صراحه. كل الشكر والتقدير لادم مسينا صراحه، لانه واحد الانسان اللي فقد الوالدين ديالو في الصغار ديالو والعائله ديالو اللي تخلات عليه ورباه تكفل به. واحد الانسان اللي صراحه ماشي مسلم، ولكن كتلقاه الناس هم الخير ماشي مسلم ايطالي، وتهلا في هذا الانسان هذا وصبح الان تبارك الله لاعب مشهور يلعب في الدوري الانجليزي، كيلعب الان في الدوري الايطالي. اذا تحيه لهذا الانسان اللي تكفل بادم مسينا، وتحيه لادم مسينا اللي منساش الاصل ديالو. صراحه تحيه كبيره لجميع العناصر الوطنيه اللي ما كينساوش الاصول ديالهم المغربيه. لا ابراهيم دياز اللي الاصل ديالو مغربي، ابن عبد القادر دياز اللي ابوه كان صايد باعي ديال السمك، ما نساش الاصل ديالو مغربي 100%. وصراحه كنحمد الله وكنشكروه اللي جميع اللاعبين هم مغاربه، ليس لدينا لاعبين اجانب بتاتا في المنتخب الوطني المغربي. طيله المشوار ديال الكره المغربيه ما كيكونش عندنا شي لاعب اجنبي بتاتا، كلهم ولاد المغرب، كلهم الابوين ديالهم مغاربه. الناس اللي كتقول لك ابراهيم دياز هو ابن عبد القادر دياز، عبد القادر دياز هو مغربي. وتحيه للاعبين المغاربه اللي كبروا الادم مسينا. عيد ميلاد سعيد ادم مسينا، وكنتمنوا ان شاء الله التتويج في كاس العالم بكاس العالم 2026. كنتمنوا التتويج بهذا الكاس ديال افريقيا المقامه في بلادنا. وتحيه كبيره للاعبين المغاربه، شكرا جزيلا لهم. تحيه كبيره لادم مسينا، تحيه كبيره لجميع المملكه المغربيه، شكرا جزيلا، تبارك الله عليكم على راسنا. شكرا، عيد ميلاد سعيد ادم مسينا.